تصريح خطير جدا من محمد أبو تريكة يوجه رسالة قوية لكهربا بعد ما حدث وبعد ترحيله على مصر وعدم حضوره لنهائي الكأس بين الأهلي والزمالك. تعالوا نسمع بالفيديو ايه اللي قاله محمد أبو تريكة بعد فوز الأهلي على سيراميكا والزمالك على بيراميدز في السوبر المصري. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. محمد أبو تريكة علق على فوز الأهلي على سيراميكا وفوز الزمالك على بيراميدز وتأهل الفريقين لنهائي السوبر المصري في الإمارات، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة القطرية منذ قليل فاجأ بها الجميع عن محمود كهربا وعن ما حصل معه، وأيضا وجه رسالة قوية جدا ليه. في البداية هو علق وقال إن الشعب المصري كله هينام مبسوط سواء أهلاوي أو زملكاوي لما اتفرجنا على الماتشين، بس ما كنتش حابب أبدا إن احنا تكون ده شكلنا أمام الجميع. وعلق على قرار انسحاب الزمالك أيضا، وقال ما ينفعش فرقة كبيرة زي نادي الزمالك تهدد بالانسحاب كل شوية مهما يحدث. لابد أن نحتوي الموقف، خصوصا إن احنا في بلد تاني، في بلد غريب، لازم يكون شكلنا مشرف أمام الجميع. ما حدث من الحسين لبيب وتهديده بالانسحاب، وكمان عدم أخذ قرار ضد اللاعبين اللي عملوا كده، فده نقطة ووصمة عار شديدة جدا على قيمة كبيرة زي نادي الزمالك. وأيضا محمد أبو تريكة أعلن وقال إن أكيد الثلاثي ده كان لازم يتعاقب، وأدلى بتصريحات قوية جدا عن كهربا، وقال إن كهربا ابننا وكهربا واحد مننا، واحنا عارفين اي لعيب كورة بيمر بحالات نفسية احيانا بتكون قاسية جدا عليه، وما بكونش متخيل هو بيعمل ايه، خصوصا لما ما بيكونش بيشارك في المباريات الكبيرة والحاسمة اللي زي النهائي او المباراة اللي كانت للاهلي امام سيراميكا. وهو بيتدرب كويس وكل حاجة، ولكن دائما المدرب ليه وجهة نظر لابد ان يتم احترامها، وما ينفعش منه ابدا يتطاول على مدرب أو حتى أوضة لبس الأهلي يطلع منها صوت. لابد أن يكون في هناك بعض القيم اللي تعودنا عليها. ما حدث معه أكيد كان شديد أو قوي، ولكن أنا بقول إن كهربا هيرجع زي الأول وأحسن، لأن ده الأهلي دايما لازم ياخد موقف، وموقف شديد ضد أي لاعب عمل أي حاجة أيا كان، بعكس نادي الزمالك اللي عمالين نشوف لعيبته بيهينوا وبيضربوا وبيعملوا حاجات المفروض يتوقفوا عليها، ومع ذلك رئيس النادي بتاعهم بيشجعهم على اللي هم فيه. أتمنى تكون وجهتنا أفضل من كده في البلاد العربية. تصريح